السلام عليكم. فاكرين الممثل مصطفى درويش اللي اعتذر عن فيلم الملحد اللي ابراهيم عيسى كان عايز يعمله؟ الممثل ده مات امبارح والناس بتترحم عليه عشان موقفه ده. انا اتكلمت عنه قبل كده وعرضت كلامه وهو بيقول: واضح ان الحرب دي ممنهجة وانا لا اقبل ابدا ان اكون اداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون ايه. وقال ايضا انه مش هيكمل في القرف ده. دي الحاجة اللي الناس دلوقتي فاكرها له ومش ناسيها له أبدا. لكن المهم في الموضوع ده هو إن الطريقة اللي مات بيها مصطفى درويش تسمى موت الفجأة. موت الفجأة يعني إيه؟ يعني تبقى قاعد كده حضرتك ومرة واحدة يداهمك الموت بلا مقدمات. مش تبقى عيان والدكاترة يقولوا لك إنك في أيامك الأخيرة وتبدأ بقى حضرتك تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى فتصلي وتصوم وتقرأ القرآن. لا 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 لا، موت الفجأة يأتي بغتة دون إنذار. أخو مصطفى بيقول إن مصطفى اتأخر في نومه لغاية موعد الإفطار وفطر وطلع يكمل نومه، لكنه نزل فجأة على السلم وهو بيشعر بألم وما كانش قادر ياخد نفسه حتى مات. كده يا أخي في لحظات سريعة جاء ملك الموت وأخذ الروح وذهب. هذا الموت يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من علامات الساعة. كتير بنسمع عن فلان كان قاعد كده ومرة واحدة مات كده بدون مقدمات. والموت ده حصل قبل كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس. واحد بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول له: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت كده فجأة. بيقول: وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو كانت لحقت تتكلم كانت هتتصدق، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. طيب الراجل ده راجل عاقل وقدر يفهم أمه كانت هتعمل إيه لو كانت اتكلمت قبل الموت. طيب انت بقى كواحد جوه الوسط الفني تضمن منين ان اولادك او اخواتك هيفهموا انت عايز تعمل ايه قبل الموت؟ وكمان في الوسط الفني اللي انتم عايشين فيه ده، بالله عليك هل تفتكر ان موتك ده لو مت دلوقتي ده موت يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنك؟ حواليك المعاصي بجميع الاشكال، الذنوب محيطة بك من كل جانب. يا جماعة أنا عندي رسالة لهؤلاء الفنانين والممثلين. كل واحد فيكم تفتكروا لو جاله النهاردة ملك الموت أو جاله دلوقتي تحب فعلا أن ربنا يقبض روحك على وضعك الحالي؟ هل أنت بوضعك الحالي ده مستعد للقاء الله؟ أنت عارف أنك هتموت صح؟ وبعد الموت في قبر وفي سؤال الملائكة في القبر وفي نعيم أو عقاب وفي بعد كده يوم القيامة وفي حساب. أسألك بالله، أنت شايف نفسك جاهز حاليا أنك تقابل ربنا سبحانه وتعالى؟ طبعا الواحد بيكون جاهز لهذا اللقاء بالإيمان وبالعمل الصالح. طيب تفتكر انت لو مت دلوقتي موت الفجأة ده هل هيكون موتك على عمل صالح؟ طبعا انت مش عارف انت هتموت امتى ولا عارف انت هتموت ازاي، بس انت عارف ومتأكد انك هتموت زي ما كلنا هنموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت يأتي بغتة ولا ينتظر أحدا، وبعد الموت إما جنة أو نار، إما نعيم أو جحيم. فلماذا تضيع نفسك وأنت تعلم؟ كل الناس اللي ماتوا كانوا برضو عايشين زينا وكان عندهم أحلام وآمال وطموحات عايزين يحققوها، لكن الموت لا يرحم أحدا. ولو الناس دي رجعت النهاردة تاني للدنيا هتتمنى إنها ترجع عشان تعمل أعمال صالحة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. مع الأسف فات الأوان. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إنه وقت التوبة، إنه وقت العودة والأوبة، إنه وقت الرجوع إلى الله. لو رجعت الآن إلى الله فالله الرحيم الكريم يخبرك أنه سيغفر لك كل الذنوب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مفيش أكرم من رب العالمين، مفيش أرحم من رب العالمين، مفيش ألطف من رب العالمين. كل سيئاتك تتحول لحسنات. عشان كده أنت لازم ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ابعتوا يا جماعة الحلقة دي للممثلين والفنانين ولكل إنسان أنتوا شايفين إن هو بعيد عن ربنا، لعل ربنا يهديه وإن إحنا نكون سبب في هدايته. ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.